مجلة صورة مصرية الإلكتروني. ده موقع ليه مساحة على الإنترنت بيعرضوا فيها أجمل وأحسن الصور المصنوعة بأيدي شباب مصر الموهوبين، بس بطريقة مختلفة. هنتعرف على أقسام الموقع وأقسامه المختلفة من أستاذ إسلام محمد زكي، رئيس تحرير الموقع. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ازيك يا إسلام؟ الله يخليك. الحمد لله تمام. الحمد لله. إسلام، في البداية كده إيه اللي خلاك تعمل موقع صورة مصرية؟ في البداية طبعا يعني أنا لقيت إن الصورة المتصورة جوه مصر للأسف الاهتمام بيها في الفترة الأخيرة بدأ يقل قوي. تمام. ولقينا إن معظم المواقع اللي هي موجودة أو الجرايد أو غير كده بيستعينوا بمعظم حاجاتهم بصور أرشيفية. معظمها بيبقى فيها للأسف أخطاء، إن هي بتبقى متصورة من فترة قديمة خالص وبيحطوه على خبر حديث، فما يبقاش في توافق بالزبط. ما بين الخبر اللي هو نازل النهارده ما بين صوره نازله من حوالي سنتين وبتتقفش وبيحصل عليها مشاكل كتير طبعا بالزبط. واحنا كلنا عارفينها يعني. تمام. طب اسلام، قول لي، كل اللي شغالين في الموقع محترفين ولا ممكن اي حد من بره يحط اي صوره؟ احنا عندنا شقين. اول شق طبعا لازم يبقى معانا فريق عمل محترف متمرس واعي جدا باللي هو بيعمله. بنستعين بيه في الحاجات اللي هي القوية. بنقدر نخش من خلاله على مسابقات دولية. بنحاول ان احنا نبتكر حاجات جديدة، نعمل ورش تصوير جديدة، نجرب فكر جديد موجود بره من خلالهم. فريق كم واحد؟ حوالي 12 أو 13. 12. كلهم مرتبطين طبعا بالانترنت بقى والتكنولوجي ولا ما لهمش علاقه؟ لا طبعا كلهم مرتبطين بالكمبيوتر والانترنت، وفي نفس الوقت طبعا كلهم مصورين. منهم مصور فيديو ومنهم مصور فوتوغرافيا. طيب بيبقى عندنا برضه شق تاني، ان احنا طبعا بنستقبل الاشخاص الجداد او الناس الجداد المبتدئين البيجنرز، بنبدا ان احنا نعلمهم، نعمل لهم ورش تصوير في جميع اقسام التصوير. بننزلهم في رحلات ميدانيه مع المصورين اللي هم المحترفين. بنطلع بيهم رحلات داخل القاهره. ما دي معانا في الاقسام يعني دي من ضمن الشغل اللي بتعملوه ده هايل جدا. الله يكرمك. انما دلوقتي خلينا كواحد عادي جدا اول مره اخش الموقع بتاعكم، انا دلوقتي في صوره عايز ارفعها عندكم، هل انت بتقبل اي صوره مني ولا ليها شروط معينه؟ بقبل اي صوره من خلال شروط. ايه هي بقى؟ اول حاجه ان هي لازم تكون متصوره جوه مصر. ما ينفعش ان انا اجيب صوره متصوره في اي دوله تانية ونعرضها عندنا في المجله. تاني حاجه طبعا ان هي تراعي الاداب العامه والاخلاق العامه والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. تالت حاجه لازم تكوين الصوره يكون مظبوط، الوانها مظبوطه، ما فيهاش اي تشويش. يعني من الاخر نقدر نقول عليها صوره كويسه. طيب اسلام بقى، بما ان الصوره دخلت في موضوع الصوره كويسه، انا عايزه اعرف ايه الطرق اللي الواحد يطلع بيها صوره حلوه؟ النقطه دي طبعا يعني محتاجه شرح طويل جدا، بس احنا ممكن نتكلم عنها باختصار. من ضمن الاسباب اللي هي ممكن تسبب اهتزاز للصوره من حيث الشكل العام، الكواليتي طبعا. دلوقتي بالنسبه للكاميرات الموجوده عندنا دلوقتي في كواليتي كلها الحمد لله كواليتي كويسه. تمام. في ما بين الاس ال ار كام وما بين الكومباكت كام، كله الحمد لله كويس يعني. بس اهم حاجه بتطلع صوره كويسه ان الصوره ما تتهزش واحنا بنصورها، وفي نفس الوقت لازم الصوره نهتم بشكلها وتكوينها. وفي نفس الوقت الصوره لازم تكون اضاءتها طبعا. اضاءه ده لازم اضاءه، ان هي الصوره ما ينفعش ان هي تبقى صوره من غير اضاءه. وده هو التصوير الفوتوغرافي. الصوره من غير اضاءه ما تنفعش تبقى صورة. ساعات بحس اصلا الاضاءه هي اساس الصوره، يعني ممكن لو لعبنا في الاضاءه معنى الصوره اصلا يختلف. هو طبعا الكاميرا زي ما احنا شايفين كده، طبعا دي كاميرا يعني تعتبر آلة. احنا ما نقدرش ان نقول لها اعملي من غير ما احنا نكون عارفين. اكيد. تمام. بنقدر ان احنا نظبط الاعدادات الكاميرا على حسب. طب ثبت ايديك بقى واحده واحده عشان ما تخش على تمام. بنحاول ان احنا نظبط الاعدادات بتاعتنا زي ما احنا عاوزين، على اساس الهدف اللي هنصوره. يعني مثلا لو هنصور نجوم تمام، فالاعدادات بتختلف. لو هنصور لاندسكيب، الاعدادات والادوات المستخدمه مع الكاميرا نفسها هتختلف. لو بنصور صوره بورتريه شخص شخص في فرح، شخص في مؤتمر، كان الاعدادات كلها بتختلف. فلازم الشخص اللي يستخدم كاميرا احترافيه او DSLR او SLR لازم يكون على علم
اساسا بمبادئ واساسيات التصوير. تمام. والحمد لله احنا عندنا في المجله اي بتعرف. احنا عندنا بنعمل زي كورسات مصغره كده عن مبادئ واساسيات التصوير. دي من ضمن الاقسام بتاعتكم، وكمان من ضمن الاقسام عندكم في قسم المنوعات والفلك. منوعات عباره عن ايه بقى؟ وده مرتبط بالفلك الحاجات اللي معاك دي ولا؟ في بعض الاجزاء مرتبطه فعلا بتصوير الفلك. احنا تصوير الفلك اللي خلينا ان احنا نضمه للمجله اننا لقينا ان هو بيدي صور جميله جدا، وللاسف الاقبال عليها جوه مصر خاصه قليل جدا. حتى علم الفلك في مصر ضعيف جدا من حيث ان الاهتمام المجتمع بيتعامل معاه على انه حاجه عاديه، يعني لازم المجتمع عندنا يبص له من ناحيه قويه يعني. فاحنا دخلنا القسم ده واهتمينا بالتصوير وبنطلع رحلات ميدانيه. في رحله ان شاء الله يوم 9/3 مطلعينها للمرصد الفلكي في القطاميه. هيتم من خلالها رصد وتصوير كوكب المشتري وكوكب زحل، وبعض تصوروها زي الصور اللي معايا دلوقتي. ممكن تشرح لنا عليها دلوقتي اكتر وتقول لنا ده ايه بقى الحاجات دي؟ يعني الصوره دي مثلا حضرتك شايف النجم اللي فوق الكبير قوي ده؟ ده كوكب المشتري. ده على اليمين صح؟ بالظبط كده، ده كوكب المشتري. طبعا هو ليه اعدادات معينه عشان خاطر نقدر نطلعه بالمنظر ده. بنطول فتره تعريض الضوء للكاميرا للسنسور. فبدل ما نصور صوره في ثانيه او نص ثانيه ما تطلعش ضلمه، هتطلع ضلمه. فاحنا الصوره دي متصوره بالظبط في حوالي ربع ساعه زائد ربع ساعه بروسيسنج تايم. طبعا بنحتاج معدات تانية مع الكاميرا العاديه اللي هي دي، زي الترايبود اللي هو الحامل الثلاثي اللي احنا بنحط عليه الكاميرا عشان اي هزه بسيطه طبعا الكادر مش هيطلع بالمنظر ده. ده ايه ده؟ دي صوره للمرصد الفلكي اللي هو في القطاميه. ده يعتبر اكبر تلسكوب، بيحتوي اكبر تلسكوب في الوطن العربي وشمال افريقيا والشرق الاوسط. انتوا اللي واخدينها برضو صح؟ دي انا اللي مصورها شخصيا. ماشي تمام. وده ايه؟ دي صوره لمجموعه حشد نجمي موجود في السماء. دي صورناها برضو بفتره تعريض حوالي 20 ثانيه. طبعا عملنا عليها بعض الايديت على الكمبيوتر عشان خاطر نظهر الملامح اللي انتم شايفينها، انها طبعا ما بتطلعش كده من الكاميرا يعني. دي صوره مقربه جدا بعدسه 90-800 متصوره للقمر يعني قبل ما يكمل بحوالي يومين كده ولا حاجه. جميله الصوره اللي فاتت دي. الصوره دي احنا كنا في رحله في المرصد القطاميه، وده البرج اصغر ابراج موجوده في المرصد. وصادف ان الصوره دي واحنا بنصورها الشهب معدي وطلع في الكادر. طيب اسلام، انت قلت لي بقى ان في طالعين رحلات الاسبوع الجاي وعندكم قسم سياحه ورحلات، فعايزاك بقى تشرح لي عنه اكتر. زي ما احنا قلنا طبعا احنا بنهتم ان احنا نعلم الناس بتوعنا او الاعضاء بتوعنا او نعرفهم على حاجات هم ما يشوفوهاش قبل كده. تمام. فالرحله اللي احنا مطلعينها الفتره في خلال شهر مارس 9 مارس دي هنصور فيها نجوم، وهنصور فيها كوكب زحل وكوكب المشتري. حاجه خاصه بالفلك برضو. دي خاصه بالفلك، دي رحله فلكيه. ركزينا بقى اسلام دي على الفلك كده، يعني مثلا اي حد لسه بيحب التصوير او اي حد حتى بادئ بيصور الاماكن اللي هي ممكن الاثريه او حتى كمان المناظر الطبيعيه، جبال بقى، طيور، بحار. اشمعنى الفلك انتوا مركزين عليه قوي؟ الفلك لما نبدا ان احنا نقول للمصورين ان احنا هنصور نجوم، هنصور كوكب زحل، كوكب المشتري، تلاقي الحماس زاد اكتر من انا انزل اصور في القلعه او اصور في الازهر او في شارع المعز او الاماكن المعتاده ان احنا ممكن نروحها بسهوله. وكمان احنا مرتبطين برحلاتنا بحاجه مهمه جدا، هي القمر. ان احنا ما بنعرفش نصور اي صوره فلكيه في وجود القمر. لازم بيبقى زيرو. فاحنا بنبدا ان احنا نعلمهم في الرحلات دي ازاي يتعاملوا مع الكاميرا، ازاي ان هم يصوروا، ازاي هم يستحملوا درجه البرد القارس اللي بتوصل ل1 و2 في المرصد عشان خاطر. دي صور من الرحلات بتاعتكم؟ دي صوره ثانيه، دي ورشه تصوير عملناها فوق البرج. تمام. صورنا فيها طبعا القاهره كلها، قصر النيل، وصلنا للجيزه وصورنا الهرم. تمام. دي تعتبر صور كلها متاخده من فوق البرج. تمام. جميل البرج اهو.
بتشوف مصر كلها من فوقيه، القاهره كلها من فوق. ما حدش يعرف قيمه البرج ده والله العظيم. انا عايز اقول لك لسه لاقي كنت في البرج، عايز اقول لك المنظر من فوق تحفه، وتشوف مصر كلها، وبجد انت تحس ان انت في مكان موجود في اوروبا. بس للاسف المكان نفسي يبقى فيه اهتمام اكتر من كده ليه يعني، عشان بجد من رموز الكهرويه والمصريه. طبعا هو البرج طبعا من المعالم القويه جدا في مصر، والناس بتجيها من جميع انحاء العالم عشان تتفرج على القاهره والجيزه كلها من فوق. اسف. دي برضه رحله ثانيه في الهرم. البورتريه ده متاخد لواحده رومانيه من الهرم، من منطقه الاهرامات في الجيزه. ودي برضه بنت رومانيه برضه من نفس الفوج السياحي الموجود. دي صوره صادف ان احنا الجمل ده كان معدي من ورا الصوره، فاستنينا لحد ما الجمل قرب من البنت، وهو على فكره مش بيبصها ولا حاجه، هو بعيد عنها خالص. ساعات الصوره بترسخ حاجات في لحظه الصوره بتفرق. بالظبط، في لحظه الصوره بتفرق. تمام. الصوره دي البرج موجود في وسط البلد. دي صوره لشاب امريكاني في منطقه الاهرامات برضو. دي طواحين هولندا. دي الصوره دي موجوده في الحديقه الدوليه. ودي في منطقه وسط البلد في شارع طلعت حرب. ودي مجموعه بقى من البورتريهات والصور العامه اللي هي ايه بنقوم بتصويرها في خلال الرحلات بتاعتنا. انتوا على طول بتعملوا الرحلات دي ولا بتبقى في فتره معينه؟ على حسب الظروف العامه بتاعت المجله. يعني احنا ممكن نطلع في الشهر رحلتين او 3، ممكن تبقى رحله واحده، بس في اي حال من الاحوال ما ينفعش ما يبقاش فيه ولا رحله. تمام. عشان خاطر لازم الايفنتس بتاعتنا تفضل مستمره، عشان خاطر نواكب النوادي الاخرى والناس اللي بتهتم بالفوتوغرافيا. يعني انت بتخفيضات بقى الرحلات دي ولا طبعا جايه ازاي؟ طبعا يعني احنا الى حد ما يا دوبك تكلفتها بس، وفيها رحلات مجانا. كويس والله. طيب اسلام، انت قلت ان الموقع كله صور مصريه، بس انا لما دخلت كان في قسم فيه البيوت الثلجيه بتاعت اليابان. تمام. احنا عشان نستفاد من الناس اللي هم بره مصر ونواكب المصورين العالميين ونشوف هم بيفكروا ازاي، لازم نفرج الناس بتوعنا على الصور دي. تمام. فالقسم ده عملناه اللي هو صور حول العالم، بنعرض فيه اهم واشهر الصور اللي هي موجوده بيتم نشرها على الانترنت. وبنبدا ان احنا لو هنقدر ان احنا نعمل ورشه تصوير للاستفاده من النوع ده في التصوير، بنعملها على طول بدون اي مشاكل يعني ان شاء الله. وبرده الاطفال ما نسيتهمش، وعندكم قسم ابداعات طفل عباره عن ايه بقى؟ طبعا القسم ده احنا بنحاول ننمي العقل الطفل ده بصراحه يعني حاجه جميله جدا. انت تقدر تخليه مبدع فنان عالم من هو صغير. الطفل بحد ذاته من صغره بيحب يجرب، بيحب يفك، بيحب يركب، بيحب يلون، بيحب يشخبط. فاحنا لازم ان احنا ننمي الموهبه دي اللي احنا بنشوفها فيه، وبحيث ان هو لما يكبر يبقى عنده موهبه يقدر ان هو يطورها وينميها. طيب تمام اسلام، انتوا دلوقتي عاملين مسابقه اسمها ابيض واسود. تمام. فكلمني بقى اكتر عن المسابقه دي. المسابقه دي احنا عملناها 1-2، بتتكلم عن الصوره المصريه الابيض واسود. بنمنع فيها اي صوره فيها اي لون. بنركز فيها على الاماكن والشخص والمجتمع المصري. ان شاء الله دي اخر ميعاد ليها للتحكيم بعد بكره يوم 25. دي من ضمن المسابقه؟ لا دي مش من المسابقه، دي صوره عامه. صوره عامه. دي صوره عامه بس ابيض واسود. بنحاول ان احنا نعمل ارشيف جديد للصوره المصريه على الانترنت، وفي نفس الوقت يكون ذو تكوين كويس نقدر نستفاد منه. والله كويس. وفي كمان يعني كل اللي واخدين صور دول هواه صح؟ طبعا هواه. طبعا هواه. والله واخدينها ولا كانهم محترفين. ده قصر البارون. ده قصر البارون. ودي كمان برضو دي صوره من المانيال، الكورنيش المانيال. كل دي صور مش من المسابقه؟ لا الصور دي كلها مالهاش دعوه خالص بالمسابقه. صور المسابقه كلها موجوده على الموقع اونلاين. تمام. طيب كويس. تمام. حلو. عندكم بقى قسم اسمه مقال هام، ده بيحكي عن ايه؟ مقال هام احنا طبعا بنستعين برضه زي ما قلنا بخبرات الاخرين.
في مصورين عرب كتير، مصورين مصريين كتير، بنحاول ان احنا نتفق معاهم ان هم يبعتوا لنا مقالات مختلفه بتتكلم عن التصوير وحياتهم في التصوير. فهو القسم ده متخصص في النقطه دي، ان احنا بنحاول ننقل فكر شخص لشخص اخر. بس تمام. من شويه اول ما بدانا معاك الفقره قلت لي اهم حاجه الصور يبقى لها مواصفات معينه وشروط محدده ان هي الصور تبقى من مصر. تمام. لكن انتوا عندكم قسم مختص بالصور حول العالم. تمام. يعني هل ده يعني كده عندكم صور هو حول العالم مش بس مختص بالصور المصريه؟ لا، ما هو التركيز الاساسي في 3 اقسام، هو تصوير فوتوغرافي، تمام، العلوم والفلك، السياحه والرحلات. تمام. لازم يبقى فيه اقسام تانية نقدر ان احنا نطور بيها معلوماتنا وافكارنا. فزي ما قلت لحضرتك ان القسم ده وظيفته ان هو بيعلم الناس عندنا او بيحاول يرتقي بمستوى تفكيرهم حتى لو الصوره وحشه. احنا بنستفاد من الصور الموجوده دي في ان هي بتبين لنا نقاط الضعف، القوه في الصور، جمال التكوين، امتى نصور الصوره بزاويه مختلفه. معظم المصورين للاسف بيصوروا نفس الشكل او نفس الصوره بنفس الزاويه، مع ان انت لو غيرت الزاويه بتاعتها هتاخدها ممكن تكون اجمل. الصوره تختلف، ممكن معناها يختلف تماما. طبعا معناها تختلف نهائي. ممكن انا اصورك صوره اطلعك زعلان متضايق، اصورك نفس الصوره اطلعك فرحان مبسوط، اصورك صوره تانية احسسك فيها ان انت ملك، صوره تانية بنفس الصوره بنفس المكان اللي انت واقف فيه اطلعك ان انت شخص ضعيف. الفكره في الفكر، فالزاويه والفكر والتكوين واعدادات الصوره هي العظمه من تحت. بالظبط كده. طيب اسلامي، انتوا بتعملوا بقى قسم او بتعملوا ندوات وامسيات فلكيه، عايزك تكلمني بقى عنها اكتر. احنا طبعا بالتعاون مع الجمعيه المصريه لعلوم الفلك ومرصد الأطلمية الفلكي، دكتور أحمد عصام اللي هو مشرف المرصد، متفقين معاه إن احنا نعمل زي ندوات بيقول لنا فيها معلومات عن الفلك والفضاء والشهب والنيازك والكلام ده كله. في برضه احنا حاليا والحمد لله تم الموافقة عليها إن احنا اتفقنا مع الأزهر بارك إننا نعمل أمسيات فلكية كل يوم جمعة من الساعة 6 لغاية الساعة 10. هنبدأ نفرج الناس، عامة الناس، على كوكب المشتري، زحل، أهم المجموعات النجمية الموجودة في السماء. نبدأ نشرح لهم بالاستعانة بدكتور إبراهيم عصمت. هيبدأ يشرح لهم إزاي يحددوا الشمال، إزاي يعرفوا إحنا في الصيف ولا في الشتاء من خلال النجوم. فدي طبعا حاجه هتفرق جدا مع الشعب النجوم. مش محتاجين النجوم والله خالص، اللي احنا فيه دلوقتي مش محتاجين النجوم. اسلام محمد زكي رئيس تحرير الموقع صوره مصريه، نورتنا جدا النهارده. الله يخليك، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله الفتره اللي جايه. شكرا استاذ سعيد. شباب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع مع مهند زهير نجم اكاديميه عمرو دياب. استنونا.